لما شركة إنرون العملاقة للطاقة فشلت بسبب ثقافة الغرور، مين غلطان؟ جيفري سكيلينج الرئيس التنفيذي والعبقري في الشركة قال مش أنا، الغلط من العالم ما قدرش اللي شركة إنرون بتحاول تعمله. في النهاية موضوع النجاح والفشل مش هو أنت مين ولا أنت إيه، المهم أنت بتعمل إيه بالظبط. الموضوع هو أنت بتتعامل إزاي مع نفسك ولما بتحاول تحكم على الناس. لو فكرت نفسك شخص ثابت مش هتشوف إنك بتتعلم مع الوقت، حتى لو بتعمل حاجة جديدة أو بتحسن نفس الحاجة. لو فكرت نفسك شخص بتتعلم، بتخلي هدفك تتعلم حاجات جديدة وتتطور، مش لازم تبقى أبدا رقم واحد طول الوقت. لو فكرت نفسك شخص بتتعلم، بتشوف الفشل تجربة بتتعلم منها، مش هي نهاية ليك. هل عندك موقف معين حصل معاك في حياتك بخصوص النجاح أو الفشل عايز تحكيه أو عايز نناقشه؟ من فترة قريبة قررنا نشوف إذا كانت طريقة التفكير ليها دور في الفرق ده ولا لأ. عشان نعرف قسنا طريقة تفكير الطلبة، وبعدين خليناهم يسجلوا يوميات أونلاين لمدة 3 أسابيع. في فبراير ومارس كل يوم كانوا بيجاوبوا على أسئلة عن مزاجهم وأنشطتهم وإزاي بيتعاملوا مع المشاكل. وده اللي اكتشفناه. أولا، الطلبة اللي عندهم طريقة تفكير ثابتة كان عندهم معدلات اكتئاب أعلى. تحليلاتنا ورت إن كل ده عشان هما بيعيدوا التفكير في مشاكلهم ونكساتهم وانهزاماتهم، وبيعذبوا نفسهم بفكرة إن النكسات دي معناها إن هما غير كفء أو مش مستحقين. كانت بتلف في دماغي دايما كلمة مش قادرة أتخلص منها، بتلف في دماغي على طول كلمة أنت غبي. ما قدرتش أتخلص من الفكرة دي، إنها بتقلل من قيمتي كرجل. تاني مرة الفشل كان بيصنفهم وما بيسيبش ليهم فرصة للنجاح، وكل ما حسوا باكتئاب أكتر كل ما كانوا بيستسلموا أكتر، وكل ما كانوا بيتصرفوا أقل. عشان يحلوا مشاكلهم مثلا ما كانوش بيذاكروا، وما كانوش بيسلموا واجباتهم في الوقت المحدد، وما كانوش بيلحقوا حتى على شغل البيت. مع إن الطلبة اللي عندهم طريقة تفكير ثابتة ظهر عليهم اكتئاب أكتر، لكن برضو كان في ناس كتير من اللي عندهم طريقة تفكير تنموية حسوا بتعاسة كبيرة، وده كان موسم ذروة في الاكتئاب. وهنا شفنا حاجة مذهلة. كل ما الناس اللي عندهم طريقة تفكير تنموية حسوا باكتئاب، كل ما حسوا باكتئاب أكتر كل ما كانوا بياخدوا إجراءات أكتر عشان يواجهوا مشاكلهم، وكانوا بيتأكدوا إن هما ما يتأخروش في شغل المدرسة، وكانوا بيحافظوا على حياتهم. كل ما حسوا بسوء أكتر كل ما كانوا مصرين أكتر. في الحقيقة من طريقة تصرفهم كان ممكن يكون صعب تعرف قد إيه كانوا مكتئبين. فدي قصة شاب قالها لي. كان بيقولي كنت طالب في سنة أولى، وكانت أول مرة أبعد عن البيت. كل الناس كانت حواليا غريبة، والدروس كانت صعبة. ومع مرور السنة حسيت باكتئاب أكتر وأكتر، لحد ما وصلت لمرحلة ما كنتش قادر حتى أصحى من النوم. بس كل يوم كنت بأجبر نفسي إن أنا أصحى وأعمل كل الحاجات وأخد دش وأحلق وأعمل كل اللي لازم أعمله. في يوم من الأيام وصلت لأدنى نقطة وقررت أطلب مساعدة، فرحت لمساعدة التدريس في مادة علم النفس وطلبت منها نصيحة. فهي سألتني هل أنت بتحضر محاضراتك؟ قلت لها أيوة. قالت هل أنت بتذاكر؟ قلت أيوة. هل أنت ناجح في امتحاناتك؟ قلت أكيد طبعا أيوة. هي قالت يعني أنت مش مكتئب؟ أيوة، هو كان مكتئب بس كان بيتعامل مع الموضوع بطريقة الناس اللي عندها طريقة تفكير تنموية بجدية وإصرار. طب هل المزاج ليه دور كبير؟ مش في ناس بطبعهم حساسين وفي ناس بيسيبوا الأمور تمشي؟ المزاج طبعا له تأثير، لكن طريقة التفكير هي أهم جزء في القصة. لما علمنا الناس طريقة التفكير التنموية اتغيرت تماما ردود أفعالهم.
من ناحية مزاجهم المكتئب، وكل ما حسوا بأسوأ كل ما تحمسوا أكتر وكل ما واجهوا مشاكلهم. ببساطة لما الناس تؤمن بصفات ثابتة دايما بيكونوا معرضين للإحساس بالفشل، والفشل ممكن يحددهم بشكل دائم مهما كانوا أذكياء أو حتى موهوبين. طريقة التفكير دي بتاخد منهم القدرة على المواجهة. أما لما الناس تؤمن إن الصفات الأساسية ممكن تتطور، ممكن الفشل يؤلم بس مش بيحددهم. ولو القدرات ممكن تتوسع، ولو التغيير ممكن يتغير، والنمو ممكن يبقى فيه طرق كتير للنجاح. طريقة التفكير بتغير معنى المجهود. دي خلاصة الكلام. كمان كانت بتلف في دماغي القصة بتاعة الأرنب والسلحفاة. وإحنا صغيرين اتعلمنا الاختيار بين الأرنب الموهوب بس كان بيهزر، والسلحفاة اللي ماشية بالبطيء لكن بثبات. الدرس كان إن البطيء والثابت هو اللي بيكسب. بس هل فعلا حد فينا كان عايز يكون السلحفاة؟ لا طبعا، إحنا بس كنا عايزين نبقى أرنب، أقل غباء، عايزين نكون سريعين زي الريح وشوية أكتر ذكاء، يعني ما تاخدش كذا قيلولة قبل خط النهاية. كلنا عارفين إنك لازم تظهر علشان تكسب. قصة السلحفاة والأرنب وهي بتحاول تبرز قوة المجهود للأسف شوهت المجهود وخلته صورة للناس البطيئين، وكأن في حالات نادرة لما الموهوبين يفشلوا يقدر البطيء ينجح. العربية الصغيرة اللي قدرت، والفيل الكبير المتهالك، والقارب المتعب كانوا لطاف وكانوا دايما أضعف، لكن كنا فرحانين لما بينجحوا. وفي الحقيقة لحد النهاردة فاكر قد إيه كنت بحب الكائنات دي، بس ما كنتش بحس إني شبههم. الرسالة كانت إيه؟ كانت لو ما عندكش موهبة مش لازم تكون فاشل، ممكن تكون شخص كادح ولطيف، وربما تنجح لو اشتغلت جامد وواجهت كل السخرية. المشكلة إن القصص دي حولت الموضوع لواحد من اتنين: يا إما عندك موهبة يا إما بتبذل مجهود، وده جزء من طريقة التفكير الثابت. المجهود للناس اللي ما عندهمش موهبة. الناس اللي عندهم طريقة تفكير ثابتة بيقولوا لو محتاج تشتغل على حاجة يبقى أنت مش شاطر فيها. وبيقولوا كمان الناس العباقرة بيجيلها كل حاجة بسهولة. في مرة كده كنت مساعد أستاذ شاب في قسم علم النفس بجامعة إلينوي. في ليلة متأخرة كنت بمر جنب مبنى علم النفس، ولاحظت إن النور شغال في مكاتب بعض الأساتذة. بعض زمايلي كانوا بيشتغلوا لحد وقت متأخر. فكرت مع نفسي أكيد مش أذكياء زيي. ما خطرش على بالي أبدا إن هما ممكن يكونوا أذكياء زيي بالظبط بس بيشتغلوا أكتر. مالكوم جلادويل الكاتب وصحفي نيويوركر قال إن المجتمع بيقدر الإنجاز الطبيعي السهل أكتر من الإنجاز بالمجهود، وبنعتبر أبطالنا عندهم قدرات خارقة خلتهم عظماء. لكن يعني كأن ميدوري طلعت من بطن أمها وهي بتعزف، ومايكل جوردان كان بيبقى في الملعب وبيسدد. في تقرير من باحثين في جامعة ديوك بيحذر من القلق والاكتئاب، خصوصا بين الطالبات اللي عايزين الكمال السهل. بيعتقدوا إن هم لازم يكونوا جميلين، مثاليين، نساء مثاليين وطلاب مثاليين، كل ده من غير ما يحاولوا، أو حتى على الأقل من غير ما يظهروا إنهم بيحاولوا. الأمريكان مش الوحيدين اللي بيكرهوا المجهود. المدير الفرنسي بيير شيفاليه بيقول إحنا مش أمة بتحب المجهود. لو عندك الذكاء والمعرفة بتعمل الحاجة بسهولة. لكن الناس اللي عندهم طريقة تفكير تنموية بيعتقدوا العكس. حتى العباقرة لازم يشتغلوا جامد عشان ينجحوا، وبيقولوا إيه البطولة الحقيقية في إنك يكون عندك موهبة. هما بيقدروا الموهبة لكن برضو بيحبوا المجهود، لأنه مهما كانت قدرتك المجهود هو اللي بيشغل القدرة وبيحولها لإنجاز.
سيبو سكويت كان حصان مكسور لدرجة إنه كان المفروض يتقتل، وكان فريق كامل من الناس، الفارس والمالك والمدرب، كلهم كان عندهم مشاكل بطريقة أو بأخرى، ومع إصرارهم الشديد رغم كل الصعوبات قدروا يحولوا نفسهم لفائزين. في بلد منهارة كانت شايفة الحصان والفارس دول رمز للقوة والإرادة. وكمان قصة مؤلفة كتاب سيبسكويت لورا هيلينبراند كانت مريضة بإرهاق مزمن وشديد في الجامعة، وكتير ما قدرتش تشتغل، لكن قصة الحصان اللي قدر ألهمتها وخلتها تكتب قصة رائعة عن انتصار الإرادة. الكتاب كان شهادة على انتصار سيبسكويت وانتصارها هي كمان.